هو يحيى السوري، كنت عايش بالمغرب. دوب لي مخي محمد السادس، والله العظيم. انا كنت عايش بالمغرب 9 سنين، عشت بوجدة، عشت انا كانت جوزتي مغربيه من حد اولاد فرنج دكاليه الاصل. يعني انا يوم ما طلعت على المغرب كنت عايش بالتطوان. اتضايقت على معاملة محمد السادس لشعبه، لانه كثير 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 كثير. انا يوم ما طلعت قالوا لي انه هذا امير المؤمنين بالمغرب، انا صدقت انه هو امير المؤمنين. بس يوم ما شفت انا انه عم بيلعب قمار انا بالرباط، بيقولوا انه امير المؤمنين بيلعب قمار، ما تحمل مخي انا هذا الشيء. قالوا لي انه بيلعب قمار، بس نزلت على الرباط وشفته والله العظيم اغنى ثاني ملك بالعالم. هو يعني بيقولوا لك محمد السادس امير المؤمنين، نفس والله العظيم ما في شيء من هذا الشيء. ثاني اغنى رجل بالعالم هو ملككم، هو ملك محمد السادس. ومجوع، اطلع على القناطره انت، شوف الجوع تاعكم انتم. يحيى، ما هو رأيك في الشعب المغربي صراحة؟ والله هو الشعب المغربي كثير طيب، كثير كثير طيب. بس الحكومة تاعكم كثير 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 ما شاء الله عليها مزيرة عليكم. شحال من مدة وانت عايش؟ والله 9 سنين بالمغرب. المدة اللي عشت بها بالضبط؟ بالضبط تقريبا عشت 8 سنين و7 شهور. 8 سنين و7 شهور. 8 سنين و7 شهور. المدن اللي زرتها صراحة 8 سنين و7 شهور. لا، المدن اللي زرتها بالمغرب. والله كل المغرب. ممكن تطوان، نادور، كتامة، حسيمة، يا ربي عدت بوجدة، عدت بالخميسات، عدت بالرباط. بس اكثر شيء الرباط والله كان في يعني اسمح لي، يعني بيقولوا هلا عنكم الرباط مدينه وينك ثقافيه، مدينه حضاريه، مدينه بس والله انا يوم ما طلعت على الرباط شفت شيء بالرباط يعني عبس. يعني ما حبيت اشوفه انا بمكان هيك. يعني بالرباط، الرباط كاين النشل، كاين السرقه، كاين الخطف، كاين الاحتيال. بيقولوا لك يعني ما بعرف، بيقولوا لك هذا ملك ماسك الدوله تاعه. كيف كانت المعامله بتاعت المغاربه والمعامله بتاعت المخزن؟ المعامله كمغاربه وكاصدقاء وكشعب. هلا المعامله الشعب طيبه. انت بالنسبه لك كسوري كيف كانت رايك؟ والله العظيم، هي والله العظيم صراحة. يمين ثلاثه. معامله المغاربه للشعب، الشعب المغربي يعني بين بعضهم طيبه. بس الحكومه للشعب بنوم عباس. بيشوفوك انت مثلا انا من الحكومه وانت مثلا من الشعب المغربي، بيقولوا لك كثير يعني ما عم بعرف شلون بدي اتعامل معك يعني. والقوات كيف كانت متعامله معاكم؟ والله القوات انا انسجنت والله بالرباط. سجنت تقريبا شي 9 شهور. الله يخلي لي اياها جوزتي. والمعامله كيف كانت؟ والله معامله بتبكي يعني. لا صراحه. والله العظيم. يكبوا علي مي بارده، يضربوني بالكهرباء في الصبح. والله العظيم. حتى يجيب الكهرباء قطع الراجل. فين كنت انت معتقل؟ والله بالرباط. مسجون باي سجن؟ والله نسيت شو اسمه، بالرباط. لا صراحه والله العظيم ما نسيت والله شو اسمه. قد ما اكلت القتل طلعت نسيت شو اسمه السجن اللي كنت قاعد فيه. يعني الحكومه قديش انا سوري، بيقولوا حكم السوري ظالم. بس والله قسما بالله ال9 شهور اللي نمتهم بالمغرب انا ما شفتهم بحياتي بسوريا، قسما بالله. داكور. حاجه بغيت نعرفها الله يخليك. تفضل. انت متزوج مغربيه، متزوج على المغرب مغرب، متجوز مغربيه اصليه. مغربيه منين؟ من اصل ال زمور دكاليه. ايه من وادي الخميسات اسمه. دكار. الله يخليك. الله يسلمك. بدي اعرف كيف كانت تجربتك بالمغرب؟ يعني تجربتي بالمغرب من نهار دخلت منين؟ على الجزائر؟ لا، دخلت والله من طريق الجزائر وجدة، بعدين فت المغرب. بس انا يوم ما كنت فت المغرب انا كان امنية حياتي بالمغرب. والله شوف الملك، قالوا لي يعني الملك طيب، قالوا لي يعني كلموني انا هذا الشيء. بس الحاشيه اللي قدام الملك بتكلموا هذا الشيء، والشعب بيتكلم شيء ثاني. بس المظاهر على الملك تبعهم قالوا لي بالموكب. اول ما شفت الموكب تبع محمد السادس انا لك في حدا بيرمي حاله من السياره كرمال النبي. انا شفت موكب محمد السادس ماشي 80
المرافقة تبعه زت حاله من السيارة. أول مرة شفت مسطي، ما هبلت مخي. أنا كنت أطلع أشتغل بالمغرب، الشغل الحمد لله يعني. وقالت لي مرتي اطلع أنا بفتح لك مشروع بالمغرب درب السلطان، بشتغل متعاون أنا وياه. بس الحكومة زيرتها علي والله شوي يعني. الحكومة المغربية كتير تعبانة. ايش كتقول للسوريين اللي مشوا بالمغرب؟ هلا السوريين اللي قاعدين بالمغرب، وش تطلب من النظام المخزني اللي بيعامل السوريين معامله قاسيه ولا؟ والله يعني ما عم بعرف شلون بدي اقول لك اياهم. انا واحد سوري يعني. انا لو حبيت المغرب ما كنت طلعت منه. هي المغرب حلوه وكتير بتجنن، بس الحكومه تبعها كتير تعبانه. شكرا اخي. اهلا وسهلا شكرا فيكم. شكرا. نورت.